بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 28/3/1437، بضيوفنا الكرام مشائخ ووجهاء وأعيان قبيلة جهينة. كما نرحب بجميع من حضر هذا الحفل ونقول حياكم الله، أهلا وسهلا. والشكر موصول لكل من حضر من قبيلة جهينة العزيزة، قبيلة جهينة التاريخية. جهينة قبيلة عربية من قبائل قضاعة، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن ألحاف بن قضاعة. تعتبر قبيلة جهينة من أكبر قبائل الجزيرة العربية في الماضي والحاضر عبر التاريخ، وتتميز بأن لها مكانة عظيمة في الجاهلية، وأعز الله بها الإسلام منذ أن بدأ. جهينة قبيلة لها مواقف تاريخية سطرها أبناء القبيلة بمداد من ذهب في الصلح وحب الخير لعموم القبائل المجاورة لها. فقد ذكر المؤلف محمد بن صالح بن محمد العسكر في كتابه علاقة القبائل العربية المقيمة حول المدينة المنورة بالدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه عندما التقت سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع قافلة قريش القادمة من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن هشام، التقت السرية والقافلة في أرض جهينة. عند ذلك تدخل قائد جهينة مجد بن عمرو في وساطته، فلم يعصه الطرفان وتوادعا على عدم القتال، فتوجه أبو جهل في عيره إلى مكانه، وعاد حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة. ونفهم من هذا أن جهينة لها علاقات لا يمكن حصرها أو اختزالها بعرض بسيط، فهي قبيلة صنعت تاريخ وأثرته عبر مواقفها البطولية الطيبة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر. نبذة عن علاقة الشيخ سعد بن غنيم رحمه الله مع جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. كانت وما زالت قبيلة جهينة من القبائل التي لها مواقف مشرفة مع حكام هذه البلاد، فقد بايع الشيخ سعد بن غنيم شيخ شمل قبائل جهينة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في أملج على السمع والطاعة. ومن المعروف أن الملك عبد العزيز رحمه الله اهتم بشيوخ القبائل بالمملكة عامة، وأعطاهم ما يستحقون من احترام وتقدير. ومن حنكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية أن لاحظ ما تميز به ابن غنيم من كرم وشجاعة وحب للخير، حيث كان ابن غنيم حكيما فطنا يمتاز بالدهاء والذكاء، فظهر ولاءه وإخلاصه للملك عبد العزيز، وكان ذلك محط تقدير الملك عبد العزيز، فوهبه مكانة مميزة ومرموقة، حيث جعل له حظوة خاصة وجاه وتقدير استمرت على عهده رحمه الله وما زالت. ومن أشهر المواقف المشهودة والمشهورة للشيخ سعد بن غنيم مع الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا قصة فكاك المساجين. أراد الشيخ سعد بن غنيم زيارة الملك عبد العزيز في مقر إقامته في الطائف، وكانت تربطه علاقة جيدة مع الملك، وكانت إحدى النساء ابنها مسجون ومحكوم عليه بالقصاص. وعندما هم الشيخ ابن غنيم رحمه الله بالدخول إلى الملك، رآه أحد المشايخ الذين يعرفونه، وقال للمرأة عليك بهذا الشيخ، قاصدا ابن غنيم لمعرفته بما له من حظوة ومكانة عند الملك عبد العزيز. فطلبت المرأة من الشيخ ابن غنيم أن يكلم الملك عبد العزيز في إخراج ابنها من السجن بمناسبة دخول شهر رمضان، فقال لها أبشري. ولكنه عندما وصل إلى الملك عبد العزيز نسي اسم ابنها المسجون، فقال الشيخ ابن غنيم أطلبك أن تخرج المساجين جميعا من سجنهم بمناسبة هذا الشهر الكريم. فوافق الملك عبد العزيز على طلبه، ومنذ ذلك الوقت وهي مكرمة سنوية متبعة في المملكة العربية السعودية. فرحم الله الملك عبد العزيز والشيخ سعد بن غنيم رحمة واسعة، وأعز الله حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهم الله جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. ماذا قيل عن جهينة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قال الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى: ويا أخوان، جهينة معروف عنها وفائها وإخلاصها لخدمة دينها قبل كل شيء، وطنها ما هو لا ينبع ولا أملج، وطنها من البحر إلى البحر، ومن الجنوب آخر الجنوب إلى الشمال. قال الشيخ العلامة الدكتور عايض القرني: وبارك الله فيك، وشكرا لشاعر جهينة قبيلة الأصالة. الخبر اليقين عند جهينة التي نصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ب1000 مقاتل، 1000 فدائي، وهو الذي يقول فيهم الشاعر، يقول: لا ينكتون في جهينة، لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط ديارهم ردوه رب صواهل وقيان، وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. ونحن نقول: ونعم القبيلة، قبيلة جهينة، قبيلة المجد والتاريخ، قبيلة العزة والرفعة، زادكم الله من فضله وأعلى شأنكم ورفع قدركم، وهنيئا لكم بهذه المكانة التاريخية المرموقة. وتقبلوا تحياتي. طالب يوسف السليمي الحربي، قرية العجاجة بمنطقة حائل. إلقاء عامر هلال السليمي الحربي.